صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم، احلى ناس في الدنيا. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تبقوا بخير. ربنا يجعلكم دايما مستورين ودايما مجبرين الخاطر يا رب، ويجعل ايامكم كلها فرح وسعاده يا رب العالمين، ويملى بيتكم بالستر والصحه والبركه يا رب العالمين، ويبارك لكم في اولادكم ويحفظهم يا رب من كل شر ومن كل سوء، ويوسع ارزاقكم يا رب العالمين، ويرزقكم الخير كله يا رب، ويرزقكم الصحه والبركه والستر يا رب العالمين، يملى بيتكم كده ستر ان شاء الله. تعالوا بقى ايه، اول حاجه عايزه بقى لايكات كتيره وكومنتاتكم الحلوه اللي بتفرحني وبتسعدني، واللهم صل على سيدنا النبي. اللي مش مشترك عندنا في القناه يشترك على كلمه الاشتراك بالاحمر، ويفعل الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكم كل جديد باذن الله. تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت ايه النهارده، واوريكم الاسعار، وبعد كده نشوف هنعمل بقى ايه مع بعض. اللهم صل على سيدنا النبي. اول حاجه نزلت السوق بقى كده بعد ما وديت العيال المدرسة، ووديت حمزة الحضانة. رحت ايه لفة كده، ورحت ايه طالعة على السوق. نعم، كان مشوار ابن لذينة. حضانة حمزة على الكورنيش، والسوق طبعا في حتة تانية خالص، فطبعا مشوار جامد بصراحة. بص، دي منظمات كده، ودي اكياس كده انا يعني بتبقى تقيلة، فانا بقصها على قد منظمات، وبفضي فيها الخضار بتاعي، يعني عشان ايه برضو ما بهدلش الدنيا والثلاجه ما تتبهدلش. بس انا جبت بقى ايه القوطه. اللهم صل على سيدنا النبي. القوطه النهارده ب6.5. وديها بقى كده في المنظم ده. انا ما بغسلش القوطه يا جماعه واحطها في التلاجة، لا، انا بغسلها وقت الاستخدام كده كده، يعني القوطه ما بتقعدش، على طول بنستخدمها. بس عشان انا ما بحبش اغسلها واحطها في التلاجة، بحس ان الحاجه بتبوظ يعني. في اوقات اللهم صل على سيدنا النبي. بصوا القوطه اهي، نحطها هنا كده دلوقتي. نجيب بقية المنظمات بتاعتي. ده كده جبت الاول حزمة الجرجير دي، عشان ايه نحطها جنب الفطار وكده. جبت ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا النبي. جبت الجزر. بصوا الجزر ما شاء الله النهارده برضو حلو. انا بحب اجيب الخضار بتاعي الصبح علشان خاطر بيكون صابح، يعني الناس بتبقى لسه فرشه، فالخضار كله بيكون صابح. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الخضار كله صبح وفريش. جبت 3 كيلو كده جزر. المنظمات دي حلوه جدا على فكره يا جماعه، في الخضار حلوه جدا جدا جدا. بتنظمي كل حاجه لوحدها، وبتخلي شكل التلاجة كده مترتب ومتنظم. كده الاكياس الفاضيه كلها من حواليا كده. ده جبنا ايه تاني؟ بصوا جبت الخيار، بس بصراحه الخيار ما عجبنيش النهارده خالص، ما كانش فيه خيار بلدي خالص. لا بصوا، عايزه اقول لكم، لفيت السوق كله على اني الاقي خيار بلدي، ما لقيتش. انا مش بحب الخيار اللي هو معرفش اسمه ايه كده، بس انا ما بحبهوش كده. بصوا حتى بيبقى باين من شكله كده. انا بحب الخيار البلدي، بس بصراحه ما لقيتش جدا، ما لقيتش خالص، كنت زعلانه جدا. كده المنظم ده كده على قد الخيار. ده ايه؟
كانت شويه نواقص كده في التلاجة، بس قلت بقى ايه انزل بيها واخلص منها. وجبت فلفل رومي، حطه هنا كده جنب الخيار. الفلفل الرومي النهارده الكيلو ب20. بصوا بتبقى حلوه ازاي في تنظيم الخضار. بصوا كل حاجه متنظمه، عايزه خياره اقول يا حمزه هات لي خياريه بسرعه ويجي، قرن الفلفل هكذا. بدل ما ايه، ما بحبش انا الخضار كله يبقى متكون كده فوق بعض ومرمي فوق بعض، لا انا بحب كده. المنظمات دي بتنظم لي الخضار كله، بيبقى شكله حلو كده. ده بقى بتنجان رومي كده كده بقى. انا هخليه هنا دلوقتي جنبي عشان هعمل منه دلوقتي الفطار. بعد كده ايه هبقى اشيله. جبت بقى برتقان، جبت لهم برتقان كده، قلت عايزه اعمل لهم شويه عصير برتقان كده يعني يشربوهم كده بعد الغدا ولا حاجه، وادي لعبد الله وحمزه كده كل واحد ازازه صغيره كده يروح بيها المدرسه. يعني حلو في الجو اللي احنا فيه ده عشان المناعه وفيتامين سي وكده. وجبت برضو استفندي اهو، دول بقى هغسلهم وارصهم. يلا نشوف بقى هنعمل ايه تاني كده مع بعض. بعد بقى يا حبايبي ما خلصت كده الحاجه ورصها في المنظمات زي ما انتم شفتوها، رحت حطيتهم بقى في التلاجة وظبطت الدنيا، وجيت بقى قلت اغسل الاستفندي واسيبه بقى ايه يتصفى. ورحت عملت ايه بقى، رحت غاسله برضو البرتقان بقى، ورحت ايه قلت اعمله بقى العصير واخلص منه كده، علشان خاطر ايه اخلص من الدربكه، ما يبقاش ايه يعني مدربكه الدنيا جنبي كده. علشان خاطر كان محمود بقى ايه اتصل بيا وقال لي انا هاجي بدري النهارده، فايه حضري بقى الفطار عشان ايه نفطر مع بعض. فانا قلت ايه اخلص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلت بقى احضر فطار كده قبل ما انزل اجيب الولاد، عشان ايه عقبال ما بنزل اجيب عبد الله وحمزه بلاقي خلاص محمود جه عشان نفطر بقى ايه مع بعض. وانا الحمد لله النهارده مش هعمل غدا، عندي اكل من امبارح الحمد لله. فقلت خلاص بقى، قلت اعمل شويه بطاطس محمره كده وشويه فول بالبيض، واللهم صل على سيدنا النبي. عملت ايه تاني، او غسلت بقى حزمه الجرجير كده، وعملت جبنه بقوطه كده بخيار بطحينه بقى، وظبطتها وظبطت الاداء. واللهم صل على سيدنا، وجبنا بقى طعميه سخنه ومسقعه من المطعم، وكان ده كان فطارنا. فقلت بقى ايه، عايزه اقول لكم برضو على حاجه، يعني خلي دايما مفيش اي حاجه ناقصه في بيتك، يعني حاولي على قد ما تقدري يعني اي حاجه نقصت في البيت تجيبيها على طول، ما تقوليش ما تستنيش لما الحاجه تخلص خالص. يعني مثلا لو عندك كيلو بطاطس ما تستنيوش لما يخلص، لا هاتي غيره وخليه مع اللي في التلاجة. الطماطم خلصت هاتي عليها، ما يعني ما تستنيش لما هي اصلا تخلص. يعني هاتي وكملي، ما تستنيش لما حاجة البيت عندك تخلص. افرض حد جالك على غفلة، حد جالك فجأة، تعملي ايه؟ تفضلي تصوتي بقى يا لهوي يعني الحاجة خلصت هعمل ايه واسوي ايه. ولو حد جالك متأخر بالليل هتقولي طب هعمل ايه، هتنزل اجيب منين دلوقتي، طب هسوي ايه، طب هعمل ايه، لا طب وعلى ايه. طب انت في غنى عن الموضوع ده خالص، ما اي حاجة قربت تخلص هاتي غيرها، هاتي وكملي على اللي في البيت، خلي بيتك دايما مستور. ما تستنوش لما تحصل حاجة وتقعدوا تندبوا وتقولوا هنعمل ايه ونسوي ايه. لازم تبقى الحاجة موجودة عندك في البيت، يعني تبقي عارفة انت خلاص الحاجة موجودة. لو حد جالي فجأة اطلع من التلاجة واعمل، او هطلع من الفريزر واعمل. فربنا يجعل دايما بيتكم مستور يا رب، يجعل الخير دايما في بيوتكم يا رب العالمين، ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ اولادكم يا رب من كل شر ومن كل سوء يا رب العالمين. ويرزقني ويرزقكم الخير كله يا رب، ويبارك لكم في اولادكم، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة يا رب العالمين، ويسهل ولادنا كده في الامتحانات، وربنا يسترها معاهم يا رب، ويكبر بخاطرهم ويكبر بخاطرنا احنا كمان، لان احنا اللي كنا تعبانين مش ولادنا والله.
فربنا يعيننا ويعينهم يا رب ويسترها معاهم يا رب العالمين، ويكبر بخاطر ويكبر بخاطركم يا رب العالمين. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله فيديو جديد، والسلام عليكم.